صباح الخير بالليل على حسب طاقتكم. ستريبس الدجاج المقرمش بطريقة سهلة جدا وكمان ناجحة، وهيطلع معاكم لذيذ وطعمه رهيب، والطبقة الخارجية بتاعته متماسكة، استحالة تفك معاكم بعد القلي. اسمعوا كده صوت القرمشة، اظن بقى مفيش قرمشه اكتر من كده بجد. لما تجربوها هتبطلوا تشتروه من بره تاني. وطبعا كلنا عارفين ان اللحوم المصنعه ما بتبقاش مفيده خالص للصحه، فهنعملها بقى بايدينا كده للولاد وتكون مضمونه وعارفينها معموله من ايه بالظبط علشان ما تبقاش مضره ليهم. لو اول مره بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه عندي طبعا وهي هحتاج صدور من الفراخ تكون مخليه بدون عظم، تقدروا تستخدموا صدر او 2 أو 3 على حسب احتياجكم. وطبعا بنبقى غسلينها كويس قبل ما نقطعها. هنبدا بقى نقطعها شرايح بالطول كده، ما تكونش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، يعني يكون سمكها متوسط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما قطعنا الفراخ بتاعتنا تعالوا بقى علشان نحضر التتبيله الخطيره اللي هنحطها على الفراخ. عندي معلقه صغيره من بهارات الفراخ، معلقه صغيره من توم باودر، بصل باودر، وبابريكا وفلفل اسود، وربع معلقه من الحبهان المطحون، وكمان معلقه صغيره من الزعتر، وملح، وربع معلقه من الكركم، ومعلقه صغيره من الكاري، وكمان معلقه صغيره من الكزبره. وهنقلب بقى كل ده على بعض. الخلطة دي فظيعة يا جماعة، تقدروا تحطوها على اي نوع الفراخ بتبقى حلوة قوي قوي، والزعتر بيدي طعم حلو جدا، وكمان البهارات بتاعة الفراخ مهمة جدا جدا في التتبيلة دي. ودلوقتي بقى هنجيب بيضاية واحدة ونحطها في البولة كده ونضربها بالشوكة او بالمضرب، وننزل عليها بمعلقتين صغيرين من التوابل اللي احنا عملناها ديت، وهنقلبهم كويس جدا. وبعدين هننزل بالفراخ كده زي ما انتوا شايفين. هنبدأ بقى نقلبها كويس في التتبيلة دي، وممكن بقى تسيبوها في التلاجة كده من بالليل لحد الصبح، او كمان ممكن تسيبوها لمدة ساعتين بس، او تشتغلوا فيها على طول لو ما عندكوش وقت. وبس كده خلصنا بقى اول خطوة. تعالوا عشان نشوف تاني خطوة، وهي اللي هنغلف بيها الفراخ بتاعتنا. عندي كوبايتين من الدقيق، عليهم نص كوباية من النشا علشان تدينا قرمشة حلوة، وهنحط عليهم بقى معلقتين كبار من التتبيلة الخطيرة، وبعدين هنقلبهم كويس كده مع بعض. ودلوقتي بقى هجيب الفراخ بتاعتي، هنزل كده بنصها في الدقيق وهقلبها كده من تحت لفوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ كده اطلعها واحدة واحدة، بس هنفضها كويس علشان تديني الشكل المكرمش اللي بيبقى على الستريبس من بره. هنبدأ نحط الكمية التانية. طبعا انا عاملة كمية كبيرة لان هشيل الجزء منها في الفريزر، والباقي هعملها معاكم. بعد ما خلصنا كده اول تغطية معانا، في نفس البولة اللي كان فيها البيض هحط كوباية من المية الساقعة، تكون ساقعة ضروري جدا، وهنحط عليها بقى معلقة كبيرة من التتبيلة الخطيرة. هنقلب كويس جدا، وبعدين بقى هنعمل اخر خطوة معانا، وهي هنحط الستريبس بتاعنا في قلب المية الساقعة المتبلة، وبعدين هنحطها في قلب الدقيق. وخطوة مهمة جدا يا جماعة هي اننا نقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الاول هنهز كده البولة بتاعتنا لحد ما الدقيق يغلف الستريبس بتاعنا كله، وما تضغطوش ابدا على الستريبس، يعني بالراحة كده بنقلبه من تحت لفوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واحنا بنطلعه بقى كده بننفضه من اي دقيق زيادة عليه علشان يدينا الشكل المكشكش اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده هنبقى خلصنا ونعمل باقي الكمية بتاعتنا. وطبعا زي ما قلت لكم النشا مهمة علشان بتدي قرمشة، وطريقة التقليب مهمة جدا. اهم حاجة تمشوا على الخطوات دي هيطلع معاكم الستريبس مقرمش وجميل جدا. زي ما انتوا شايفين كده عملت باقي الكمية، وطبعا انا هسيب باقي الكمية في الفريزر زي ما هي كده، مش هقليها ولا هعملها اي حاجة، هحطها كده في طبق او في اي حاجة، هدخلها في الفريزر وهغطيها بكياس كده علشان ما تلزقش في بعض. وبعدين بقى هقلي معاكم الكمية التانية. شايفين بقى يا جماعة الكشكشة اللي بتبقى على الستريبس من بره دي بتديكم كده الشكل زي اللي احنا بنجيبها الجاهزة. شايفين التفاصيل؟ هيطلع معاكم مقرمش قوي. بزيت سخن بقى، وهنزل كده بالستريبس بتاعنا، ومهم جدا طبعا يكون الزيت سخن جدا زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى انزل كده بالستريبس بتاعي، وبعدين مش هقلب خالص غير لما الستريبس يبدأ يمسك نفسه كده، ما يبقاش الدقيق كده لسه ملزق عليه او طري، علشان ما يفكش منك في قلب الزيت ويبقى باظ منك، او تقولي ان التتبيله وقعت منك في قلب الزيت. استني عليه لحد ما يبدأ يتشمع ويمسك نفسه كده، وبعدين قلبيه على الناحيه التانية زي ما انت شايفه كده. شايفين هو هنا بقى كان نشف معايا، مبقاش طري خالص، وبقلبه بكل سهوله. وكده بقى هتقدري تحافظي على الطبقه اللي بره من غير ما تفك منك خالص. ومهم جدا انك ما تسحميش الطاسه مره واحده، يعني ما تحطيش كميه كبيره كده علشان تخلصي بسرعه، هو كده كده ما بياخدش وقت اصلا. فحطي كده شويه
بشوية صغيرين بشوية صغيرين علشان ما يلزقش فوق بعضه، ومش هيبقى حلو خالص وهيتكسر منك وانت بتقلبيه. ودلوقتي بقى بدأ ياخد لون معايا زي ما انتوا شايفين كده. طلعته على المصفى، ممكن تطلعوه في المصفى او على شبكة. بلاش مناديل المطبخ علشان هيطرى منكم ومش هيبقى مقرمش. اهم حاجة يا اما شبكة يا اما مصفى. بلاش مناديل المطبخ في اي مقليات عايزينها تفضل مقرمشة، يبقى تطلعوها على حاجة تصفي الزيت اللي فيها كده وتبقى متهوية. وهو ده بقى السر اللي بيخلي المقليات تفضل مقرمشة لأطول فترة ممكنة. وبس خلاص كده خلصنا بقى وعملنا احلى ستريبس مقرمش. سامعين يا جماعة صوت القرمشة بتاعته؟ سامعين الصوت ده؟ طب بصوا شايفين ناشف ازاي كده مقرمش؟ لو طري استحالة طبعا ان هو يعمل الصوت ده. وطالع مستوي معانا كده وجميل. تعالوا بقى شوفوا كده من جوه عامل ازاي. طبعا هو لسه سخن وبيطلع بخار اهوت، بس مستوي من جوه جدا ومقرمش جدا جدا. تقدروا طبعا تقدموه مع اي حاجة تحبوها، سواء مكرونة او رز او ريزو، او تاكلوه كده في السندوتشات. هيبقى اكلة سريعة ولذيذة جدا مع شوية كاتشب ومايونيز. هيبقى حلو قوي قوي. تقدري طبعا تعملي منه كمية وتشيليها في الفريزر، هتفضل معاكي فترة طويلة في الفريزر، مش هيجرالها اي حاجة. وقت بقى ما تحتاجي تطلعي اكلة سريعة كده، طلعي على طول واقليه كده في الزيت و5 دقايق وهتبقى حضرتي احلى اكلة. الولاد طبعا كلهم بيحبوها وطعمها لذيذ جدا واحلى من الجاهز مليون مرة. بلاش بقى نجيب اللحوم المصنعة من بره ونعملها في البيت بطريقة مضمونة ولذيذة وكمان مقرمشة وحلوة جدا، وكمان من غير بيض كتير، هي بيضاية واحدة بس. وبس خلاص كده عملنا اسهل طريقة لستريبس الدجاج المقرمش وبخلطة فظيعة بجد، طعمها تحفة. جربوها بقى واتمنى تعجبكم. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات وكتروا الشير، واشوفكم على خير.